بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده في قناه الكوره مع الجوكر. والزمالك بيفوز بسداسيه نظيفه، مباراه سهله امام ديكيداها، لكن عوده الثقه اهم حاجه من الفوز، هو عوده الثقه. النهارده برون اوشنج لعب النهارده، اخوان الفينا يعني كان الفينا، كان من الاخر. السيف الجزيري كمان عاد للتهديف، كمان عمرو الناصر واحمد شريف كمان بيحرزوا اول الاهداف. طبعا النهارده شيكوبانزا وسيف برضو الاثنين مضيعين برضو بلاوي. احمد حمدي النهارده اللي كان عاجبني في الماتش كله الصراحه، الماتش كان حلو النهارده ومبروك للنادي الزمالك. طبعا كمان الاهلي وفوز امام ايجل نوار بهدف وحيد. طبعا مش هنحكم على المدرب دلوقتي، برغم ان انا يعني شايف حاجه غريبه كده النهارده. هدف ذاتي، ومحمد هاني عمل مجهود كبير الصراحه في الهدف دون، لكن علامه استفهام كبيره. هو ليه يا جماعه جراديشار بيلعب قاعد دكه؟ يعني محمد هاني مع محمد اشرف شريف، مع كل الاحترام، مفيش صفر. محمد شريف حتى الان يا جماعه ما قدمش اوراق اعتماده منذ عودته، فعلامه استفهام كبيره قوي. طبعا كمان المصري بيتعادل سلبيا امام الاتحاد الليبي، وطبعا فوز، طبعا تعادل مثمر جدا لحين طبعا العوده في القاهره في استاد السلام، في استاد معلش استاد برج العرب، وبالتوفيق للمصري البورسعيدي. الان طبعا بيراميدز بيلعب امام نهضه بركان، وبالتوفيق طبعا للفرقتين، اذا كان بيراميدز المصري بطل افريقيا او نهضه بركان المغربي بطل الكونفدراليه. طبعا ده بالنسبه للنتائج المصريه. طبعا النهارده برضو كانت مباراه في الدوريات العالميه جميله جدا. يعني امبارح حتى كانت اولها امبارح باريس سان جيرمان امام ستراسبورج، ثلاثيه 3 مقابل 3. لا كانت مباراه حلوه، برغم ان كان باريس سان جيرمان خسران 3-1، لكن نجح انه يعود. مانشستر سيتي يفوز النهارده على ايفرتون، والان ارسنال يتقدم على فولهام بهدف وحيد، وصراع الصداره هيرجع تاني، المنافسه هترجع تاني بين الجانرز امام السيتيزن. هنشوف منافسه حلوه في الدوري دون. طبعا كمان غدا مباراه ليفربول امام مانشستر يونايتد، مباراه الجريحين، فهنشوف هترسي على ايه. كمان برشلونه النهارده بيفوز فوز مثير كالعاده مثير، والمهاجم اراوخو يضع هدف الفوز في اللحظات الاخيره. طبعا يعني الحكم النهارده كان غريب جدا مع برشلونه، وطبعا كارت احمر لهانز فليك، وطبعا بالكارت الاحمر ده هانز فليك ملوش وجود في الكلاسيكو القادم. الكلاسيكو امام ريال مدريد هتكون مباراه قويه. طبعا ريال مدريد عنده بكره مباراه امام ختافي، وهنشوف هيعمل ايه. كمان دلوقتي بتتلعب مباراه الاسماعيلي وحرس الحدود و1-1. كمان الكلاسيكو الالماني وبايرن ميونخ متقدم على بروسيا دورتموند بهدف عن طريق هاري كين. طبعا دي كل المباريات، طبعا مش هنتكلم على المباريات الاخرى، لكن طبعا يا جماعه ان المباراه اللي هنتكلم بقى على التصريحات غريبه بعض الشيء. يعني طبعا كريم نيدفيد اليومين دول طالع بكام تصريح كده، وطبعا يعني اكرامي رد عليه في حته رمضان صبحي، لكن تصريح عبيط قوي دلوقتي اي واحد بيقوله، اذا كان عفروتو او اذا كان اي لعيب، عمرو سماكه، او دلوقتي كريم نيدفيد بيقول لك انا لو الزمالك فوتني مش عايزه. يا راجل، هو انت اصلا الزمالك فكر فيك؟ يا كريم يا نيدفيد، انت اكتر واحد اخذ حقه ثالث ومثلث مع النادي الاهلي. ماذا فعلت يا كريم نيدفيد مع الاهلي؟ انت بس خدت من اسم نيدفيد، هو اسم نيدفيد، لكن ككريم نيدفيد مفيش، حتى مع علي ماهر دكه في سيراميكا كليوباترا. فبجد والله اهدى على نفسك وبطل شغل الريتشات ده، ما بياكلش عيش والله. شغل البوم طخ ده ليه ناس، يعني انت عندك سيكا بوم طخ استاذ في الحاجات دي. ودلوقتي طبعا يعني مدحت شلبي بيخبط في سيد عبد الحفيظ بحوار الشهاده ام 3000 والكلام ده. طبعا عفروتو كالعاده طالع برضو يقول لك ان بركات امهر من شيكابالا. يا عم ماشي، مع ان برضو عفروتو انت ما ظهرتش الا في ماتش واحد امام اتحاد الشرطه لما كنت في الاهلي، وما شفناكش بعديها. طبعا ده بالنسبه لابو العفارت. طبعا يعني تصريحات غبيه الصراحه، يعني حتى التصريحات غريبه. طبعا مش هتكلم على تصريحات محمود الخطيب والقيم والمبادئ، لان احنا بجد زهقنا من الموضوع ده، مع احترام لاخواتي الاهلاويه. طبعا كمان يوم الاثنين نهائي كاس العالم للشباب، فخر المنتخبات العربيه، المنتخب المغربي سيلاقي المنتخب الارجنتيني، وبالتوفيق طبعا لفخر المنتخبات العربيه المنتخب المغربي. طبعا بعد قليل مباراة روما امام انتر ميلان، الافاعي امام الذئاب، ومباراة هتبقى قوية جدا. كمان مباراة غدا باذن الله برضو في الدوري الايطالي هتكون مباراة قوية جدا. الروسونيري امام الفيولا، فيورنتينا امام اي سي ميلان.
كمان دي سهرة بكرة، اتمنى يا رب كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين، حافظ الله سائر الدول العربية. اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، ونختم بخير ختام والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. طبعا ما تنسوناش بالدعم واللايك والشير والسبسكرايب. اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. السلام عليكم.